السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيكشن 1 Introduction to Sound and Audio Basics Sound Processing باستعمال البايثون. طيب احنا ليه بناخد الكورس؟ ليه بناخد Sound Processing؟ ليه بندرس الموضوع ده؟ طيب انا عايزة افهمكم بس ان احنا هنا مش بنتعلم Sound Processing او معالجة الصوت عشان بس ناخد ملف صوت ونقعد نلعب فيه او نكبر صوته او هكذا. طب أنا بادرس الكورس ده ليه؟ ليه بادرس كورس الساوند بروسيسنج؟ أول حاجة إن الصوت نفسه، الصوت الساوند ده عبارة عن نوع من أنواع البيانات، صح؟ داتا زيه زي التكست، زي الصور اللي بحتاج أعمل عليها بروسيسنج وأعمل عليها معالجة. فبالتالي معالجة البيانات هي أساس كل التطبيقات الحديثة في الاي اي، في الماشين ليرنينج، في ابلكيشنز كتير. طب لما افهم ان الكمبيوتر بيسجل ويخزن ويحلل الصوت ازاي، هنفهم ان هو كونسبت اوسع بكتير، وهلاقيه بيتكرر في مجالات تانية زي ايه؟ بصوا كده لدول ريال وورلد ابلكيشن. اول حاجه سبيش ريكوجنيشن، التعرف على الكلام. عارفين سيري وجوجل اسيستنت، البرامج اللي هي بتتعامل مع الصوت. طب ما هي بتعمل ساوند بروسيسنج عشان تفهم الانستراكشن او الاوامر اللي انت بتديها لها. تاني حاجه ميوزك ابلكيشن مثلا زي سبوتيفاي، ان هو بيعمل توصيات او يعمل لك ريكومنديشن من فيتشرز بيستخرجها من الاغاني اللي انت بتحب تسمعها مثلا، او بودكاست انت بتحب تسمعه، فهو بيعرف يعمل بروسيسنج على البودكاست اللي انت بتسمعه ده ويطلع منه فيتشرز معينه على حسب الصوت، وبالتالي يعمل لك ريكومنديشن بعد كده. عندي نويز ريدكشن او نويز كانسليشن، زي ايه؟ زي موبايلاتنا الحديثه دلوقتي كلها بضغطه زر واحده نويز كانسليشن. طب نويز كانسليشن ده هو بيعمله ازاي يعني؟ او نويز ريدكشن ان هو بيشيل لك النويز او الدوشه من المكالمه ازاي؟ اذا كان يعني ده فويس هيومن، صح؟ ده فويس هيومن دلوقتي، انا بكلمك وفي دوشه حواليك، ازاي هو بيعرف يفصل ان ده هيومن ساوند يعني صوت بشري ويشيله من الخلفيه او يشيله من النويز اللي وراه؟ حاجه تانية زي السكيورتي او فويس اوثنتيكيشن، زي ان انت تفتح الموبايل ببصمه صوتك او تستعمل بصمه صوتك في حاجات تعمل بيها اوثنتيكيشن يعني مصادقه. هيلث كير كمان، ان انت بتحلل اشارات صوتيه زي ضربات القلب والرئه. انت متخيل ان الساوند بروسيسنج وصل لمجالات عامله ازاي؟ فبالنسبه لنا دلوقتي ان انتوا تتعلموا الاشارات او الويفز دي والساوند الكمبيوتر بيعمل عليه بروسيسنج ازاي، وكمان نشتغل بايدينا بشويه لايبريز او بايثون لايبريز قويه جدا زي البروزا او بعض اللايبريز اللي احنا هنستدعيها دلوقتي او هنشوفها دلوقتي مع بعض، ونبدا نعمل ايه؟ زي مشاريع بسيطه كده صغيره خالص تفهمنا الساوند بروسيسنج. دلوقتي انا عايزه اتكلم على الساوند. ايه هو الساوند؟ الساوند عباره عن ايه؟ طيب الساوند عباره عن موجة ليها تردد، موجة ويف فورم ليها تردد أو فريكوانسي اللي هو عدد الذبذبات في الثانية الواحدة، وليها كمان حاجة اسمها امبليتيود. ايه هي الامبليتيود؟ اللي هي شدة الصوت، اللي هي بتحدد درجة ارتفاع الصوت. يعني الصوت ده صوت عالي قوي فالامبليتيود بتاعه عالي، ولا الصوت ده واطي فالامبليتيود بتاعه قليل. بيتقاس بايه الامبليتيود ده؟ بيتقاس بالهرتز. طيب نيجي لحاجة تانية اسمها سامبلينج وكوانتايزيشن. سامبلينج دي ان هو بيقسم الصوت او بيحول الصوت من شكل طبيعي انالوج لشكل ديجيتال علشان يعمل له سامبلينج، فبياخد منه عينة، يعني يحوله من continuous فورم او من شكل كبير كده، بيحولها من continuous sound لديسكريت سامبل لاجزاء صغيرة، ثم يجي يعمل كوانتايزيشن. ايه الكوانتايزيشن ده؟ بيعمل ايه؟ بيحول قيمة كل سامبل دي لرقم ثابت. بعد كده احنا عندنا حاجة اسمها ال NY Quest Theorem. ايه دي؟ يعني ايه النظرية دي؟ بتقول ان معدل السامبل اللي انت بتاخدها دي لازم يكون ضعف اعلى تردد عندك، ودي هنشرحها بعدين، يعني احنا هنرجع نشرح بعدين ال NY Quest Theorem دي، هنشرحها في السكشن واحنا بنطبق عملي. طب انا عندي اكتر من فورم من الاوديو فايلز، عندي اكتر من فورم. اول فورم عندي اللي هو الويف ده بيخزن الصوت في شكل من غير ما يعمل له ضغط، بيبقى uncompressed، لكن بتبقى طبعا جودته عاليه لكن حجمه كبير. طالما الجوده عاليه فبالتالي الحجم كبير. عندي صيغه تانية اللي هي صيغه الام بي 3. ام بي 3 ده بيخزن الصوت بصيغه مضغوطه، بيبقى compressed، فبالتالي هو بيقلل الحجم ولكن بيبقى فيه فقدان لبعض التفاصيل، لكن انت ودنك ممكن ما تلاحظهاش. في انواع تانية زي الاف ال اي سي او الاي اي سي، دي بتبقى كومبريز لكن ما بيحصلش فيها لوزنس،
يعني ما بيحصلش فيها فقد لبعض التفاصيل زي ما احنا قلنا. طب ندخل بقى على installing libraries، ودي الجزء، نبدأ بالجزء الأهم اللي هو في العملي. installing libraries، أول حاجة احنا هنشتغل على فيجوال ستوديو، هنشتغل على برنامج الفيجوال ستوديو. طيب خلينا نبدأ الأول نشرح الثلاثة لايبراري دول، وبعد كده ننقل على طول للفيجوال ستوديو. الثلاثة لايبراري دول بيعملوا إيه علشان أثبت الثلاث مكتبات دول؟ لبروزا هي لايبراري مشهورة جدًا في البايثون، بتتعامل مع الأوديو والميوزك سيجنال علشان تعمل لها analysis. طيب بتعمل إيه؟ هي بتدّيني شوية tool عشان أعرف أread وprocess أو أعمل transforming للأوديو data دي، فإن هي تعرف تقرا الsound أصلًا file ده، أو تعرف تقرا الsound ده وتعمل عليه analysis كمان. دي أول library مشهورة جدًا، جدًا في الsound processing هاستعملها، ألا وهي إحنا قلنا لبروزا. طيب تاني library اللي هي الsound file، وخلّي بالكم الlibrary التالتة اسمها الsound device. في فرق ما بين الساوند فايل والساوند ديفايس. ساوند فايل من اسمها بتتعامل مع فايلز ملف، بتتعامل مع ملف، هي عشان تقرا وترايت ساوند فايل، فهي بتقرا ساوند فايل، بتقرا ملف صوت وبتكتبه. يعني ايه بتكتبه؟ ما هو انا دلوقتي لما اقول لها روحي اقري الملف الساوند فايل ده من الباث مثلا عندي على الكمبيوتر في المكان كذا، روحي اقريه، فهي ماشي هتروح تجيب الملف وتتعامل معاه وتقراه. طب لو ما اقول لها اعملي رايت دي هتحصل امتى يا شباب؟ او رايت دي بتتعمل امتى؟ بعد ما بدخل اعمل عليه اناليسيز وبروسيسنج، مثلا اغير الصوت بتاعه، اغير السامبلنج ريت بتاعه، اعمل له كاتنج، اقطعه من الثانيه كذا للثانيه كذا، اعمل عليه اي نوع من انواع البروسيسنج يعني، وبالتالي اسيف الاوتبوت اللي هو اتعمل على الفايل، فبالتالي هينتج لي فايل جديد بعد ما اتعمل عليه بروسيسنج. طيب اللايبراري الثالثه اللي هي الساوند ديفايس. ساوند ديفايس دي يعني ايه؟ الفرق ما بينها وما بين الساوند فايل. ساوند ديفايس دي بتشتغل في الريال تايم وباك في البلاي باك، معذره، بتشتغل اوديو بلاي باك اند ريكوردنج، يعني صوت شغال في الخلفيه، فهي دي بتعرف تتعامل معاه او تشغله في البلاي باك، يعني يبقى يفضل شغال في الخلفيه. وكمان ان انت تقدر تعمل تسجيل في الريال تايم، يعني دلوقتي احنا ممكن مثلا ناخد سيكشن، هقول لك افتح المايك يلا وسجل بساوند ديفايس، ان هي تسجل تاخد منك صوت في الريال تايم، يعني في الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي ده، وبعد كده تبدا تعمل عليها اناليسيس بعد كده. ففي فرق ما بين الساوند فايل والساوند ديفايس. ديفايس في الريال تايم بلاي باك اند ريكوردنج، ساوند فايل بتتعامل مع ملفات ريدنج ورايتنج. لبروزا بتعمل عليها اناليسيس بقى، اعمل عليها اللي انت عايزه، ريد، بروسيسنج، ترانسفورمينج، اعمل عليها اي نوع من انواع الاناليسيس او البروسيسنج. خلينا نشوف دلوقتي الثلاثه لايبراري دول لو احنا عايزين نحطهم على الفيجوال ستوديو ونبدا بيه. طيب انا عندي دلوقتي اهو، لو انا عايزه احمل للناس اللي هي اصلا ما اتعاملتش مع الفيجوال ستوديو قبل كده كود، فيجوال ستوديو كود احنا عايزين نستعمله للساوند بروسيسنج او للكورس بتاعنا. ليه؟ لان هو سهل جدا التعامل مع الساوند بروسيسنج خلال الفيجوال ستوديو ده، وهو شاطر قوي ان هو يطلع لي الايرور او يعمل ديتكت للايرور بسهوله. وبالتالي ممكن الايرور ده لو انا مش عارف احله بعد ما اقراه، مثلا ممكن اسيرش عليه على تشات جي بي تي ولا حاجه واقدر ان انا احله بسهوله. فهو عامة بيبقى سهل في التعامل مع الساوند فايلز او الساوند بروسيسنج، معذرة عن الكورس ده. لو انا رحت دلوقتي عملت سيرش على فيجوال ستوديو كود داونلود، انا عايزه اعمل داونلود للبرنامج نفسه، فهو هيديني لينك هنا ان انا اعمل داونلود، وبعد كده هيقول لي اختاري، بعد كده يقول لي اختاري نوع الويندوز بتاعك، الا وهو يعني على حسب انت عندك ويندوز ولا عندك ديبيان او اوبونتو او عندك ماك او حاجه زي كده. فدلوقتي انت هتختار الويندوز، وعلى حسب نوع الويندوز اللي عندك، على حسب نوع البروسيسور اللي عندك هو 64 نوع ايه وهكذا. ممكن تجرب ان انت تنزل مثلا الزيب فايل او الفايل اللي هو المضغوط، وبعد ما ينزل عندك تعمله داونلود عادي جدا، وبالتالي هيبدا يظهر عندك. طيب انا بعد ما اعمل انستول للفيجوال ستوديو هينزل عندي دلوقتي. انا عايزه ابدا اول فولدر في الماده بتاعه الساوند بروسيسنج، او اول فايل هكتب فيه كود للساوند بروسيسنج. دلوقتي هروح لفايل وهقول له نيو فولدر، هعمل فولدر جديد، او هقول له اد فولدر او اوبن فولدر، معذره هقول له اوبن فولدر. طب لما اقول له اوبن فولدر انا لسه ما عملتش اصلا فولدر، بس انا هقول له اوبن فولدر، هيقول لي اختاري المكان. هقف على المكان اللي انا حاطط فيه الفولدر بتاع الماده بتاعتي دي، يعني دي ماده الساوند بروسيسنج، هقف على الفولدر بتاعها وهقول له هنا كرييت نيو فولدر، هسميه مثلا اي اسم، هسميه سيكشنز ساوند او ساوند سيكشنز ساوند، سميه الاسم اللي انت عايزه، ان ده فيه السكاشن بتاعت الساوند، وهقول له سيلكت الفولدر ده. فلما انا عملت له سيلكت هو فتحه هنا. دائما هيسالك سؤال يقول لك هل انت بتثق في الويب سايت في الفولدر ده؟ قول له ايوه انا بثق في الفولدر ده، افتحه ومالكش دعوه ما تقلقش.
وبعد كده هاجي هنا هقول له نيو فايل على طول من العلامه دي، او من العلامه دي هقول له انا عايز نيو فايل، انا عايز نيو فايل. هنا هيقول لك اسمه ايه الفايل، والله سميه سيكشن 1 دوت، لازم تقول له دوت الاكستنشن بتاع البايثون بي واي. شايفين بي واي اول ما كتبتها؟ بصوا كده لو مسحت تاني الواي علامه الفايل عامله ازاي. طب اول ما اكتب واي غيرها لعلامه البايثون وهعمل انتر هنا، فتح الملف خلاص، واقدر دلوقتي اكتب فيه واستدعي فيه اللايبراري اللي انا عايزها. طب هو فهم ازاي ان ده بايثون؟ لان في حاجه اسمها اكستنشن هنا. الاكستنشن دي اللي هي الحاجات اللي انت لازم تنزلها على فيجوال ستوديو. زي ايه؟ طبعا احنا شغالين لغه بايثون، فلازم تنزل لغه البايثون على الاكستنشن بتاعه الفيجوال ستوديو. بتقول له انا عايزه يفهم بايثون. انا هنا بالفعل عامله لها انيبل او انستول، فهو بيقول لي انت اوريدي فعلا منزلاها، انت عايزه تعملي لها ديسيبل؟ لا انا مش عايزه اعمل لها ديسيبل، طبعا انا عايزاها تفضل موجوده. فدلوقتي لو الفيجوال ستوديو عندك جديد فانت لازم تنزل عليه البايثون. انا دلوقتي منزلاه خلاص. طب هروح لسكشن واحد ده. احنا قلنا ان انا عندي 3 لايبراري مهمين جدا. اول 3 لايبراري هنستعملهم اللي هم لبروزا، طالما ما طلعليش ايرور ولا مثلث احمر جنبها ولا عمل لي عليها خط ولا اي مشكله يبقى هي موجوده. لبروزا دي ولو وقفت عليها هيشرح لك تحت لبروزا دي بتعمل ايه بالظبط وكل حاجه فيها. يعني لو وقفت على كلمه لبروزا دي هيشرح لي ايه اللي هي بتعمله، والامبليتيود والفريكوانسي والفاريبلز اللي بتاخدها وكل حاجه. طالما ما طلعليش ايرور يبقى انا عامل ابديت او انا عامل انستول لللايبراري دي. طب هعمل ايه تاني؟ هعمل امبورت كمان لساوند ديفايس از اس دي. ايه از اس دي دي؟ انا قلت اللايبراري اللي اسمها ساوند ديفايس بسميها اختصار بس از اس دي، يعني كل ما اجي انده عليها في الكود هنده عليها بدل ما اكتب ساوند ديفايس واقعد اتعب نفسي هكتب بس اس دي مش اكتر من كده. هعمل امبورت كمان لساوند فايل. طيب لما اجي اعمل ران، انا دلوقتي عايز اعملهم انستول بما انك كانت جديد ولسه ما عملت لهمش انستول قبل كده. انا بالنسبه لي لو عملت ران انا منزلاهم قبل كده فتمام هم موجودين، عمل ران خلاص للفايل. بس انتوا علشان لسه الموضوع ما نزلتهمش قبل كده فالمفروض ان انت هتيجي من هنا وتقول له افتح لي باور شيل، حاجه اسمها باور شيل، ومن باور شيل دي هتقول له امر بايب مسافه انستول مسافه اسم اللايبراري اللي هي البروزا مسافه ساوند فايل مسافه ساوند ديفايس، وما تتلخبطش في اي حرف ما بينهم وتعمل انتر على طول علشان تنزل الثلاثه لايبراري دول عندك على فيجوال ستوديو. طب ايه اللي حصل عندي دلوقتي؟ انا لازم تكون متوصل بالانترنت طبعا، انا بالفعل منزلاهم قبل كده. فاللي حصل ان هو بس عمل لها ابديت، يعني عمل ابديت بس لللايبراريز اللي موجوده عندي، لكن هي بالفعل هي اوريدي موجوده، كانت موجوده بالفعل عندي. فعمل لها ابديت ولازم تبقى متوصل بالانترنت. كده احنا خلصنا انترودكشن عن السكشن الاولاني. السكشن الثاني ان شاء الله هنبدا نطبق على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.